ايه هو التايمر في الاندستريال اوتوميشن؟ التايمر ببساطة هو عنصر اساسي بيتحكم في الزمن داخل الدوائر الكهربائية، بمعنى انه بيأخر تشغيل او فصل الحمل بعد مدة معينة. انواع التايمرات كتير لكن كلهم ليهم نفس الفكرة الاساسية. اشهر نوعين في دوائر التحكم هو التايمر اون ديلي والتايمر اوف ديلي. التايمر اون ديلي معناه ان الحمل مش هيشتغل غير بعد وقت معين من توصيل الكهرباء، والتايمر اوف ديلي العكس، الحمل بيفصل بعد مدة من فصل التيار ذات نفسه. طب عمليا ازاي بنوصل التايمر؟ التايمر ليه 3 اطراف اساسية: التغذية، نقط التحكم، نقط التلامس. التغذية بتوصل على مصدر الكهرباء AC أو DC حسب نوع التايمر اللي عندك. نقط التحكم بتحدد حسب نوع التايمر برضه، وساعات بيحتاج إشارات خارجية عشان يبدأ عملية العد. أما نقط التلامس فهي النقط اللي بتوصل أو تفصل الحمل بعد ما الزمن يخلص. ولو انت عندك تايمر اون ديلي هنلاقي انه متوصل قبل الكونتاكتور، واول ما بندوس على الستارت التايمر بيبدا عمليه العد، وبعد وقت بتاعه ما يعدي بيدي امر تشغيل للكونتاكتور. وبرده لو بصينا على دايره بتشغيل موتور بتايمر اوف ديلي هنلاقي انه متوصل بعد الكونتاكتور، واول ما بندوس على الستارت الكونتاكتور بيشتغل ويشغل الحمل والتايمر بيبدا عمليه العد، وبعد وقت بتاعه ما يعدي يدي امر ايقاف للكونتاكتور. وبكده نقدر نتحكم في زمن تشغيل وفصل الأجهزة زي ما احنا عايزين. وما تنساش تشترك، تشارك، تعمل لايك.